السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة بعنوان من قتل محمد؟ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حلقة النهاردة جميلة ولطيفة، هنرد بيها ردود صارمة ومخيفة بالأسلحة الفتاكة والخفيفة على الشبهات السخيفة بطريقتنا الرائعة والظريفة. رشيد حمامي أشهر هارب من المناظرات في القرن ال21، وأشهر من تهرب من مناظرة الدكتور منقذ الصقار. حاول يطعن في مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فسنسمع ماذا يقول رشيد ثم نرد عليه بإذن الله. بس أولا هخلي رشيد يعرض لكم دليل واضح وصريح على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة قالت: كان النبي يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني. يعني كان في حراس يحرسون محمد من القتل، فلما جاءت هذه الآية قال: خلاص، الله تكلف بعصمتي، الله تكلف بحفظي، فهو الحافظ، إذن لا داعي لي أن يوجد حراس، وأطلق حراسه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية والله يعصمك من الناس أمر حراسه أن ينصرفوا وقال لهم: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. بالله عليكم، هل يوجد شخص مدعي للنبوة هيخدع نفسه؟ أي شخص مدعي للنبوة ممكن يضحك على الناس، لكن لا يمكن يضحك على نفسه أبدا. مفيش واحد مدعي للنبوة عارف إن هو عنده أعداء عايزين يقتلوه ويعطيهم بنفسه الفرصة لكي يقتلوه، وهناك أسباب تدعو لقتل محمد. طيب إزاي يكون عارف إن هو عنده أعداء عايزين يقتلوه وهو بنفسه اللي يديهم الفرصة عشان يقتلوه، وكمان يقول لحراسه انصرفوا فقد عصمني الله؟ هذا الفعل لا يفعله إلا إنسان صادق يعلم يقينا أن الله سيحفظه من الموت حتى يبلغ رسالته. وإحنا بنشكر رشيد حمامي أنه هو عرض لنا هذا الدليل الواضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته. وبعد شوية برضه هنسمع رشيد وهو بيعرض لكم دليل تاني على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من نفس هذه القصة. ثانيا، رشيد حمامي يقول: وإذا كان محمد قد تخلص من حراسه بعد نزول هذه الآية، لماذا لم يعصمه من الموت بالسم على يد يهودية؟ هل عصمه الله من زينب بنت الحارث المرأة التي اتهمت بوضع السم لمحمد؟ أين العصمة إذن؟ أيوة، يعني أنت عايز تقول إيه يعني؟ الفكرة هنا تضرب نفسها بنفسها، تناقض. الله يعصمك من الناس ثم قتلته يهودية، كيف نوفق بين الفكرتين؟ تعالوا يا جماعة نسمع الشيخ رشيد بنفسه وهو بيرد على هذا السؤال. لكن ممكن تكون عصمة وقتية. طيب طالما ان هي عصمة وقتية يبقى كده مفيش تناقض ولا تعارض في الموضوع، صح ولا غلط؟ ما هو فعلا العصمة دي وقتية ومحددة بوقت معين او مشروطة بظرف معين مذكور في نفس هذه الآية. ازاي بس يا ابو عمر؟ انا اقول لك ازاي. الآية بتقول ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أي والله يعصمك من القتل على أيدي الناس حتى تبلغ ما أنزل إليك من ربك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغهم ما أنزل إليك. يعني يا رسول الله بلغ رسالة ربك ولا تخشى القتل، فإن ربك سيعصمك من القتل حتى تبلغ هذه الرسالة. وهو ده اللي حصل بالفعل، ربنا فعلا عصم النبي صلى الله عليه وسلم من القتل حتى بلغ رسالته كاملة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني فعلا لم يستطع أحد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتم الدعوة وأكمل الرسالة. يبقى كده فعلا مفيش تعارض أو تناقض بين الآية والله يعصمك من الناس وبين الحديث بتاع السم. ثالثا، عندنا دليل تاني على أنه لا يوجد تعارض أبدا بين هذه الآية وبين هذا الحديث. الآية والله يعصمك من الناس موجودة في سورة المائدة، وسورة المائدة هذه من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لجبير بن نفير: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ فقال لها: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، إلى آخره. ومش بس كده، دي السورة دي نفسها فيها الدليل على أنها من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، لأن هذه السورة فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وطبعا الآية دي نزلت لكي يخبر الله المسلمين فيها أن الدين قد اكتمل نزوله على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، يعني سنة 10 أو 11 هجرية. وخصوصا هذه الآية اللي احنا بنتكلم عنها، والله يعصمك من الناس، دي من أواخر ما نزل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها، أي بالمدينة. أما قصة السم فوقعت قبل هذا التاريخ بسنتين أو 3، لأن قصة السم دي حصلت أول سنة 7 هجرية بعد غزوة خيبر. قال ابن كثير: سنة 7 من الهجرة النبوية، غزوة خيبر في أولها. طيب كويس أبو عمر، كده عرفنا إن غزوة خيبر في أول سنة 7 هجرية. إيه الدليل بقى إن قصة السم دي حصلت بعد غزوة خيبر؟ إليكم الدليل من لسان رشيد حمامي شخصيا. تم وضعه له من طرف اليهودية في شاة مسمومة في خيبر بعد غزوة خيبر. شفتوا يا جماعة رشيد بيساعدنا إزاي في الرد على الشبهات اللي هو نفسه بيقولها؟ إذا قصة التسميم في خيبر حصلت الأول، حصلت في أول سنة 7 هجرية بعد غزوة خيبر مباشرة، وبعدها بسنتين أو 3 نزلت آية العصمة. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. يعني بعد ما فتحت خيبر مباشرة حصلت حادثة السم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة سممتها امرأة من أهل خيبر. وفي سنن أبي داود أن أم مبشر وهي أم بشر بن البراء رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. ونسمع رشيد حمامي مرة تانية وهو بيأكد لنا أن قصة السم حصلت في خيبر بعد الغزوة. تم وضعه له من طرف اليهودية في شاة مسمومة في خيبر بعد غزوة خيبر. يعني قصة السم هذه وقعت بعد غزوة خيبر في أول السنة 7، وآية العصمة نزلت بعد حادثة السم بفترة. يعني مش الآية نزلت أولا وبعدها حصلت قصة السم، لا، دي قصة السم حصلت الأول وبعدها بفترة نزلت آية العصمة. يعني برضو مفيش تعارض بين الآية والحديث، لأن العصمة من القتل قبل إتمام الرسالة حصلت بعد قصة السم، صح ولا غلط؟ إمتى بقى ممكن يكون في تعارض بالمعنى اللي بيقصده رشيد في الحتة دي؟ لو الآية نزلت الأول وبعدها استطاع اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم دينه ويكمل رسالته، ساعتها فعلا نقول إن في تعارض. لكن اللي حصل هو العكس. نرجع تاني ونقول مفيش تعارض بين الآية وحديث السم، لأن آية نزول العصمة من القتل حصلت بعد قصة السم، صح كده؟ رابعا، رشيد حمامي سأل سؤال ظريف وأنا بصراحة ناوي أجاوبه. لو كان محمد يؤمن أن الله عصمه، لماذا يؤمن بنفس الوقت أن ما أكله في خيبر هو سبب موته الآن بعد 3 سنوات؟ لو كان محمد فعلا يؤمن بعصمة الله له من السم. شوف يا رشيد، سؤالك مبني على إن الآية نزلت الأول وبعدها حصل موضوع السم، وده طبعا غلط كما أثبتنا منذ قليل. فلو سمحت بلاش تألف كلام وتحط في عقلك الصغير تصورات مغلوطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تطعن فيه، لأن دي مغالطة منطقية مضحكة. تتصور في عقلك تصورات خرافية مغلوطة عن الإسلام وتطلع تهاجمه على أساس التصورات المغلوطة دي، وتعمل نفسك بقى بطل وانت في نفس الوقت بتهاجم تصور غير موجود أصلا. يعني ما يصحش تعمل كده. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن بعصمته من السم، وإنما كان يؤمن بعصمته من القتل قبل إبلاغ الرسالة واكتمال الدين كما قالت هذه الآية. وطبعا هناك فارق بين الأمرين، لأن المعصوم من القتل ممكن يصاب في المعارك وممكن يتعرض للتسميم وممكن يصاب بالأمراض زي كل الناس، ولكنه لا يقتل ولا يموت أبدا قبل اكتمال الرسالة. وهذا نفس ما قاله علماء الإسلام. قال العلامة النووي رحمه الله: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض البشر، ويصاب أيضا في المعارك مثل البشر كما أصيب في غزوة أحد، وقد يسقيه أحدهم السم كما حدث في قصة خيبر، يعني مثل جميع البشر في هذا الباب، لكن لا أحد يستطيع أن يقتله ويتخلص منه أبدا قبل أن يتم دعوته ويكمل رسالته. وهو ده اللي حصل فعلا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رغم المحاولات العديدة والكثيرة والمتكررة لقتله عليه الصلاة والسلام لم يستطع أحد أن يقتله أبدا. وأكبر دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بعصمته من القتل قبل إبلاغ الرسالة واكتمال الدين، أنه لما نزلت الآية والله يعصمك من الناس قال لأصحابه انصرفوا فقد عصمني الله. ودلوقتي هنسأل سؤال: هل قال القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من تناول السم؟ الإجابة لا. طيب هل قال القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الأمراض؟ برضو الإجابة لا. طيب هل قال القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من القتل على أيدي أعدائه حتى يتم رسالته؟ الإجابة نعم، الآية بتقول كده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يتناول السم عادي؟ ممكن يتناول السم، لكن يموت من السم قبل إبلاغ الرسالة؟ لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في سياق بلاغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي آخر الآية بيقول: والله يعصمك من الناس. لازم انت كمسلم تعرف مقصود رب العالمين سبحانه وتعالى من الآية وتفهمها كويس، عشان ما يجيش واحد كذاب أو مدلس ويخدعك. ثم أنا هسألكم سؤال: هل الشهادة والموت في سبيل الله دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ قطعا دي حاجة كويسة، صح ولا غلط؟ طيب هل الله يمنع عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا طيبا؟ الجواب لا، بالعكس. إذن الله جعل من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت شهيدا بعدما أدى الرسالة، وهذا قطعا شيء حسن. والعلماء يقولون إن الله جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين منزلة النبوة والرسالة وبين مرتبة الشهادة. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لأن أحلف 9 أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا. أما التألم الذي يحدث بسبب السم فليس دليلا على بطلان نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن التألم ليس دليلا على شر الإنسان، كما يقول القمص أنطونيوس فكري في تفسير أعمال الرسل، قال: الآلام ليست دليلا على شر الإنسان. يعني الإنسان الصالح ممكن يتألم عادي جدا، وكذلك الشرير أيضا ممكن يتألم. يسوع نفسه تألم بحسب ما قاله كاتب إنجيل متى، يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. يعني الألم الذي يتعرض له الإنسان ليس بالضرورة أن يكون علامة شر، ممكن يكون الألم علامة خير وممكن الألم يكون علامة شر، والكلام ده بيكون على حسب سيرة الإنسان وقربه أو بعده من الله. خامسا، هنسمع رشيد وهو بيعرض لنا الدليل الثاني على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، يعني وضعت سما فيها، فأكل رسول الله منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني إنها مسمومة. يعني بعد ما أكل البعض قال له محمد: الشاة نفسها كلمتني وأخبرتني أنها مسمومة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشاة المسمومة وهي مطبوخة، الشاة تكلمت وأخبرته أنها مسمومة. طيب هو أي شخص عادي مننا لو حد حط له سم في الأكل ده ممكن يتكلم معاه ويخبره أنه هو مسموم وينصحه ألا يأكل منه؟ هذه فعلا وقطعا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة واضحة وصريحة جدا. يعني ده دليل تاني صحيح من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، عشان دي بقى معجزة واضحة وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رشيد حمامي حب يتفزلك كده عشان يشكك فيها. هناك أسئلة عن القصة. طب لو الشاة أخبرته كان الله يريد معجزة، لماذا تكلمت بعد ما أكل بعض القوم وبعضهم سيموت كما سنرى؟ فمات بشر ابن البراء ابن معرور الأنصاري، يعني بعد كان المفروض الشاة تتكلم قبل حتى تحفظ حياة الناس الذين ماتوا. طيب وهل موت بعض الصحابة أو أحدهم من هذا السم ينفي المعجزة وينفي أن الشاة كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها مسمومة؟
يا جماعة بالله عليكم عايزكم تتصوروا الموقف ده معايا، شخص وضع له السم في الطعام هو وأصحابه، فتكلم الطعام وأخبر هذا الشخص أنه مسموم، سواء أصحابه ماتوا أو ما ماتوش، فهل موتهم ده أو عدم موتهم ينفي أن المعجزة حصلت؟ وهل موتهم ينفي أن هذا الشخص نبي من الله؟ طيب هنسأل رشيد سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام عرف منين أن هذه الشاة مسمومة؟ النبي قال إن الشاة مسمومة قبل ما بشر بن البراء يموت أو حتى يظهر عليه أثر السم. بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا أول لقمة، راح النبي فورا قال لهم ارفعوا أيديكم. وطبعا اليهود مش هم اللي هيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن الشاة مسمومة، لأن هم نفسهم عايزين يخلصوا منه وهم اللي حطوا له السم في الأكل أصلا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عرف منين إن هذه الشاة مسمومة؟ ليس هناك جواب على هذا السؤال إلا أن الشاة بالفعل هي التي أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. إذن هذا دليل قاطع على نبوته عليه الصلاة والسلام، ورشيد عارف أن القصة دي دليل واضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر بالله وعاند نبيه صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته. عرفتم بقى معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ عرفتم معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ يعني أهل الكتاب هؤلاء يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. يعني رشيد حمامي وأمثاله يعلمون جيدا أن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، قرأوا هذه المعجزات وهم يعلمون أن المسلمين لا يقبلون في دينهم إلا أحاديث الثقات العدول الصادقين. يعني هذه المعجزات يقينا حصلت، ومع ذلك كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. رشيد حمامي يقول يعني كان المفروض الشاة تتكلم قبل حتى تحفظ حياة الناس الذين ماتوا. يعني ما ينفعش المعجزة تحصل مع موت الناس؟ طب يعني هل لو الناس دول ماتوا من السم يبقى المعجزة كده ما حصلتش والشاة ما اتكلمتش؟ طب تحب أقول لك على معجزة لطيفة وظريفة في كتابك، والرب عشان يثبتها قتل 42 طفل بريء؟ في سفر الملوك الثاني إصحاح 2 بيقول ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. يعني إله رشيد قتل 42 طفل بريء عشان يثبت نبوة إليشع. وعشان ما تقولش إن الرب مش هو اللي قتلهم، القصة من عيسى عبد النور بيقول بل الذي قتلهم هو الله الذي أرسل الدبتين لافتراسهم. والتفسير التطبيقي بيقول إن الأحداث دي حصلت عشان تكون شهادة لإليشع بأنه نبي مرسل من الله. يعني إله رشيد بتاع المحبة عشان يثبت نبوة إليشع قتل 42 طفل بريء، وهي دي المحبة، نقتلكوا حبة حبة. جاي تعترض يا رشيد على دليل قوي على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن صحابي أو 2 نالوا الشهادة وماتوا بسبب السم؟ بجد فعلا يعني بجد أنت عسل خالص يا رشيد. أنت بتؤمن بإله قتل 42 طفل بريء قالوا لإليشع يا أقرع عشان يثبت نبوة إليشع، وزعلان على صحابي مات وبموته نال الشهادة، وأيضا بموته ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع اليهود بنص ما قالوه بألسنتهم. هم قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. والضرر الذي قصدوه هو موته عليه الصلاة والسلام بالسم، ومع ذلك هذا السم لم يقتله عليه الصلاة والسلام، بل ظل حيا حتى أكمل رسالته كاملة. على فكرة لو ما ماتش أي صحابي من هذا السم، عارفين إيه اللي كان هيحصل؟ كان هيطلع رشيد حمامي يشكك في القصة ويقول إن مفيش دليل إن هذا الطعام كان مسموم. فلما مات الصحابي بشر بن البراء من هذا السم لم يستطع رشيد أن ينكر إن الطعام كان مسموم، بس حاول يطعن في الرواية بشكل تاني. طيب السؤال بقى لرشيد حمامي، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام زيه زي بشر بن البراء، ليه بقى يا عبقري بشر يموت ويظل النبي صلى الله عليه وسلم حيا حتى إتمام الرسالة واكتمال الدين؟ ليه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تناول السم عاش؟ الجواب في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، أي والله يعصمك من القتل حتى تكمل رسالتك. خلي بالكم في بعض هذه الروايات أن هذه المرأة عرفت أن أكتر جزء بيحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة هو ذراعها،
فالمرأة دي عملت ايه؟ جت على الذراع خصوصا وملأته سما، يعني الجزء اللي اكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مليان سم اكتر من بقية الشاة اللي اكل منها بشر بن البراء، وبشر هو اللي مات، والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش 4 سنوات كاملة بعد ذلك. يعني فعلا ربنا عصمه من القتل. سابعا، يقول رشيد حمامي: يعني طلع كلام اليهودية صح بحسب هذه الرواية. طيب هنسأل سؤال عشان نعرف كلام اليهودية طلع صح ولا لا. لماذا أراد اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: القضاء على رسالته وإيقاف دعوته. إذا مقصود اليهود من تسميمه عليه الصلاة والسلام أن يقتلوه فيستريحوا منه ومن دعوته كما صرحوا بأنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي حيا حتى قضى رسالته وأكمل دعوته، فذهب مقصودهم من تسميمه. شوف يا أخي الكريم كيف يترك المنصرون الحجج الدامغة والدلالات الواضحة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ويلجؤون إلى التلاعب لأجل التهرب من وجوب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار يا جماعة، الهدف من تسميم النبي صلى الله عليه وسلم هو القضاء عليه وإيقاف دعوته بموته. طيب هل الهدف ده حصل؟ الجواب لا قطعا، بل ظل حيا حتى أتم الرسالة. يعني مقصود اليهود من تسميم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث. طب افرض بقى ان موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل بعد 10 سنين او بعد 20 سنة بعد تناول هذا السم، المهم ان مقصود اليهود من تسميم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق. هم قالوا هم عايزين يستريحوا منه، واللي حصل هو العكس، بقي حيا عليه الصلاة والسلام وعاش حتى أتم الرسالة. يعني المرأة أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم دعوته وأكمل رسالته بشكل كامل، بل الرسول هو الذي قتل هذه المرأة اليهودية، أمر بها فقتلت. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه المرأة اليهودية؟ الجواب: لأنها قتلت الصحابي بشر بن البراء رضي الله عنه بالسم. ولذلك الإمام أبو داود وضع الرواية تحت باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه، يعني نقتص منه. فهذه المرأة سممت بشر بن البراء ومات، فتم القصاص منها وقتلها لأنها قتلت بشر بن البراء. ورشيد حمامي نفسه ذكر لنا هذه الرواية اللي بتقول إن المرأة قتلت، فأمر بها رسول الله فقتلت. ثامنا، لأن النقطة اللي فاتت دي برضو كانت واضحة جدا، ورشيد عارف إن المرأة التي أرادت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي قتلت، حاول يخترع لنا تناقض في هذه القصة. تضارب الروايات بشأن اليهودية. الرواية شفنا في سنن أبي داود تقول قتلت، لكن في روايات أخرى عن أنس بن مالك في صحيح البخاري أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. رواية تقول قتلها ورواية تقول لم يقتلها. الجواب إن كل هذه الروايات ليس بينها أي تعارض أو تناقض. أول ما حصل موضوع السم الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها؟ قال لا. يعني في أول يوم في قصة السم جاءوا بالمرأة وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نقتلها؟ قال لا. طيب ليه الرسول ما قتلهاش؟ لأن لسه ما فيش حد مات من هذا السم، فلم تقتل المرأة في ذلك الوقت لأنها ليست قاتلة. ولما مات الصحابي بشر بن البراء من هذا السم قتلوا هذه المرأة لأنها صارت قاتلة وتستحق العقاب الشرعي على هذه الجريمة. قال العلامة النووي قال القاضي عياض يعني: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك أي من ذلك السم سلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأوليائه فقتلوها قصاصا. فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم. بالمناسبة كلمة الله أعلم لما واحد من العلماء بيقولها مش معناها أنه هو شاكك في الكلام اللي هو قاله، لكن هذا تواضع من أهل العلم فيكلون العلم في نهاية الجواب إلى الله عز وجل. وقال السهيلي: ووجه الجمع بين الروايتين أنه عليه الصلاة والسلام صفح عنها أولا لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة قتلها، وذلك أن بشرا لم يزل معتلا من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول. يبقى كده يا جماعة هل يوجد تناقض أو تعارض بين هذه الروايات؟ قلت لا صح؟ ألف مبروك يا جماعة، أنتوا فعلا كلكم بتفهموا. في نقطة كمان كنا عايزين نقولها، بالله عليكم مين زعيم أو رئيس أو قائد أو ملك ممكن يترك الشخص الذي وضع له السم في الطعام يعيش؟ مين اصلا ممكن يعملها؟ اي قائد او رئيس لازم يقتل الشخص ده فورا، يقول لك عشان ايه؟ الكل يخاف بعد كده ان هو يعملها، صح ولا غلط؟
ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلها إلا لما مات بشر بن البراء من هذا السم، يعني قتلها من باب القصاص. تاسعا، عندي رد تاني على كلمة رشيد لما قال إن كلام المرأة اليهودية طلع صح. يعني طلع كلام اليهودية صح بحسب هذه الرواية. طب أنت متأكد يا رشيد إن كلام المرأة اليهودية ده طلع صح؟ طيب لو كلامها طلع صح فلماذا أسلمت هذه المرأة اليهودية؟ نعم يا أخويا، أسلمت إزاي؟ أسلمت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في مصنف عبد الرزاق يقول الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا عن نفسي قول الزهري لوحده لم يجعلني أجرؤ على هذا الادعاء أنها أسلمت، لكن يقول الحافظ ابن حجر: ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت، بل جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه، ولفظه بعد قولها: وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك وقد استبان لي الآن أنك صادق. ده كلام المرأة اليهودية للرسول صلى الله عليه وسلم، بتقول له: وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فانصرف عنها حين أسلمت. ولذلك ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. لحظة كده، أنت قلت لي يا رشيد المرأة اليهودية دي اسمها إيه؟ زينب بنت الحارث، المرأة التي اتهمت بوضع السم لمحمد. تمام، أحسنت يا رشيد أفندي. أمام حضراتكم كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، يقول: زينب بنت الحارث ابن سلام الإسرائيلية. ذكر معمر في جامعه عن الزهري أنها اليهودية التي كانت دست الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره إنه قتلها. طبعا احنا عرفنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتلها بعدما مات بشر بن البراء من باب القصاص. طيب هي ليه بقت صحابية؟ لأن تعريف الصحابي أنه كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. وهذه المرأة اليهودية التي أرادت أن تقتله أسلمت، وطبعا هي التقت به عليه الصلاة والسلام وأيضا ماتت على الإسلام. وهذه المرأة رأت بعينها دليلين واضحين من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، بل 3 أدلة على صدق نبوته، مش 2 فقط. الدليل الأول أن الشاة المطبوخة تكلمت، والدليل الثاني أن الشاة لما تكلمت أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة. يعني مجرد كلام الشاة المطبوخة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ده لوحده دليل، وإخبارها للرسول بأمر غيبي لا يعرفه ده دليل تاني. والثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أكل من هذا السم إلا أنه عاش ولم يمت حتى أكمل الرسالة، والجزء اللي هو أكل منه ده كان مليان سم أكتر من بقية الشاة. فهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذكره العلماء في كتب دلائل النبوة، زي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة للبيهقي وغيرهما. وفي حديث ثاني في محاولة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم، والجدي المسموم ده أيضا تكلم وأخبره أنه مسموم، لكني لا أقول بهذا الحديث ولا أستدل به لأن في سنده راويا ضعيفا وهو الحسين ابن كليب. 10. رشيد أفندي عشان هو عالم جامد زحليقة ومعاه 7 شهادات دكتوراه زي ما قالت قناة الحياة، حاول يعمل تشبيكة حلوة بين قصة السم وبين قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. في سورة الحاقة: ولو تقول علينا، يعني محمد لو ادعى، وكأن الله يقول له في القرآن: لو تقول علينا، لو كذب علي أو لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لاحظوا هذه الكلمة: لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني وكأن الله يهدد: لو محمد كذب علي سأقطع عرقه الأبهر الوتين. عشان تعرفوا بس يا جماعة كمية النصب والتزوير التي يمارسها رشيد حمامي على مشاهديه، والحمد لله الذي جعل أعداء دينه بهذا المستوى المضحك من الكذب والتدليس والغش والتلفيق. اتبسطت أنا قوي بقى إن رشيد حمامي عرض لنا تفسير الطبري زي ما الكلام مكتوب أمام حضراتكم على الشاشة، وراح قايل: ومحمد يقول: أنا مت بقطع أبهري. طب اقرأوا كده يا جماعة، هل في التفاسير اللي عرضها رشيد على الشاشة في حد فسر الوتين إن هو نفسه الأبهر؟ لا، ولا كلمة في هذا الكلام اللي عرضه رشيد بتقول إن الوتين هو الأبهر. وعشان رشيد أفندي عارف إن مفيش ولا واحد من مشاهديه هيقول له إيه يا ويك التدليس الجامد ده، ومن كتر الثقة اللي عند رشيد راح عامل الصوت العجيب ده.
بصراحة يا رشيد الصوت ده ما قدرتش أفسره ولا أفهمه، فلو عند حضرتك تفسير علمي وتحليل علمي لهذا الصوت يا ريت تنورنا وتعرفنا ونستفيد منك يا علامة. يطلع يهبد الهبدة ومن كتر ما هو واثق في هبدته طرح مطلع الصوت ده جايبه من كعب رجليه. طب يا جماعة أنا هفترض إن انقطاع الأبهر ده هو نفسه انقطاع الوتين، فهل ده معناه إن الآية في سورة الحاقة انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو بالفعل تقول على الله؟ يا جماعة ليس بالضرورة أن يكون معنى انقطاع أبهري إن السم أصاب عرق الأبهر نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة انقطاع الأبهر هذه كلمة تقولها العرب عند الموت المحقق. يعني العرب ممكن تقول فلان انقطع أبهره ولا يقصدون أن عرق الأبهر نفسه هو اللي انقطع عند هذا الشخص، بل يطلقون هذه الكلمة على أي موت محقق يصاب به الإنسان. يعني مثلا واحد هيقتل واحد فيقول إيه؟ لأقطعن أبهره، وهو طبعا مش هيروح على عرق الابهر عشان يقطعه، لكن يقصد ان هو هيقتله باي طريقه. زي ما احنا مثلا دلوقتي بنقول ايه؟ فلان المجرم اللي قتل الابرياء ده انا لو شفته هقطع رقبته، وانت في الحقيقه مش هتعمل كده. يعني انت ممكن تكون قاصد انك لو شفته هتقتله باي طريقه. يعني مثلا لو في ايدك مسدس او بندقيه او حتى قنبله نوويه هترميها عليه او تنشه برصاصه وتجيب اجله. يعني العرب يطلقون كلمه انقطاع الابهر على اي موت محقق وموت اكيد. لحظة كده، فين الدليل على كلامك ده يا أبو عمر؟ تعالوا يا جماعة نسمع رشيد نفسه هو بيقول هذا الكلام. القلب يسمى الأبهر، وإذا انقطع الأبهر في عرف العرب حصل الموت. فإذا لما يقولون انقطاع أبهري معناها أموت قطعا، ما فيش شك من ذلك. فإذا لما يقولون انقطاع أبهري معناها أموت قطعا، ما فيش شك من ذلك. إيه رأيكم؟ رشيد بنفسه هو اللي بيرد على شبهاته بنفسه. إذا رشيد لما حاول يشبك بين الآية وحديث السم كان بيعمل إيه؟ هذا نصب، تنصب على المشاهدين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول فهذا أوان انقطاع أبهري، فهذا ليس معناه أن هذا السم أصاب الأبهر في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه أنه حان موعد وفاته عليه الصلاة والسلام وحان الوقت للقاء ربه سبحانه وتعالى، وهو ده اللي حصل بالفعل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بفترة أخذ يخبر الصحابة رضي الله عنهم بأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى. يعني قبل ما تظهر عليه الأعراض الأخيرة للموت الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يخبر أصحابه بأنه سيموت، فنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخلاص الدين اكتمل وعلى الحبيب أن يذهب للقاء حبيبه. وأيضا نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تعلم. يعني ابن عباس فهم الآية بشكل صحيح. ابن عباس يا ابن عم محمد، ويعني حبر الأمة الإسلامية إلى آخره. وعمر بن الخطاب أيد ابن عباس في فهمه وتفسيره للآية. يعني ده دليل تاني من القرآن الكريم أن رب العالمين أخبر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه بقرب وفاته. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، أي وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا لأبي بكر. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول يعني أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم كان على سبيل التلميح وفهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والآن نأتي إلى التصريح.
في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا أي فزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة وأمرنا بالسكينة، ثم قال: خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا الكلام يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيموت وأن لقاءه بربه قد اقترب، سواء كان ذلك من أثر السم أو بدونه، ولذلك أخبر أصحابه أنه سيموت. وهذا أيضا تأكيد أن موته عليه الصلاة والسلام حدث بعد أن أتم الرسالة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هذا أوان انقطاع أبهري معناه أن الله سبحانه وتعالى أوقف عمل السم في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم حتى تحقق قوله سبحانه: والله يعصمك من الناس، أي حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة كاملة. طيب هنا في سؤال، رشيد حمامي عايز يقول ايه وعايز يوصل لايه؟ رشيد لما عمل التشبيكة دي كان عايز يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه مجرد مدعي للنبوة، ومع أننا أثبتنا أن هذا الكلام غير صحيح إلا أننا سنضرب رشيد حمامي ضربة جديدة. هل يوجد شخص كاذب في نبوته يحدث معه هذا الموقف؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، يعني وهو سليم قبل المرض، يقول لها: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يجاورنا. قالت: فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، يعني وهو سليم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خيره الله قبل موته بين الحياة وبين لقاء الله فاختار لقاء الله، صح؟ ده يثبت كذب رشيد حمامي لما كان بيقول. لا، أنا ممكن أستخلص منها شيء تاني. ماذا لو كان محمد في السبكونشس اللي عنده في لا وعيه دائما قال هذه الآية، ودائما كان خايف أن الله يقطع وتينه، فلما كان على فراش الموت صار يقول: هذا أوان انقطاع أبهري، تحقق ما كنت أخافه، ما كنت أخشاه. يا رشيد يا كذاب، هو في حد مدعي للنبوة حينما يموت يكون مقبلا على لقاء الله بهذه الطريقة؟ لو واحد من الناس يا جماعة قاعد يكذب على الملك طول حياته وبيتكلم باسم الملك في كل مكان، وكل ما يروح مكان يقول للناس الملك هو اللي باعتني ليكم والملك بيأمركم بكذا وكذا وكذا، يوم ما الشخص ده يروح يقابل الملك بقى فعلا، هل هيكون سعيد بمقابلته ولا هيكون خايف ومرعوب؟ يا رشيد هوصيك نفس الوصية اللي أنا قلتها للويكا، يا تقول كلام في محله يا تقول حله يحله. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام كان قايل للسيدة عائشة رضي الله عنها إن الأنبياء لا يموتون إلا بعد أن يروا مقعدهم من الجنة ثم يخيرهم الله بعد لقائه وبين الحياة. ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض الموت حصل اللي هو قال عليه، والسيدة عائشة سمعته بعدما خير وهو يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. هو ده برضه يا رشيد فعل شخص مدعي للنبوة؟ أهو ده لوحده دليل آخر على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. 11. ربنا بيقول في القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة؟ عاش 63 سنة، والوحي نزل عليه وعمره 40 سنة، يعني قعد 23 سنة في دعوته يتقول على الله كما يزعم رشيد، ولم يعاقبه الله، بل لم يقبضه الله حتى نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية بتقول إيه يا رشيد؟ بعض الأقاويل. طب ولما هو بعض الأقاويل فلماذا تركه الله حتى تقول عليه كل الأقاويل؟ بل أتى بدين كامل مكتمل الجوانب والأركان، دين يتناول جميع مناحي الحياة، دين يتحدث عن العقيدة ويتحدث عن المعاملات والأخلاق والسلوك والسلم والحرب وجميع الأحوال وجميع ظروف ومراحل الحياة التي يمر بها الإنسان.
ربنا تركه يتقول عليه كل هذا ولم يعاقبه. والآية بتقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو كانت الآية قالت ولو تقول علينا كل الأقاويل كان ماشي، ممكن يبقى لها وجه، لكن الآية بتقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني بمجرد ما يتقول على الله شيئا غير صحيح أو حتى شيئين أو ثلاثة فسيقطع الله منه الوتين، يعني هيقتله. فهل ده حصل؟ ما حصلش. إذا هذه الآية تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان الآية دي تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم برضو رشيد أفندي ارتكب جريمة تدليس كده مضحكة. رشيد المدلس لما استدل بتفسير الطبري للآية دي قطع الكلام وذكر لنا الجزء ده. نشوف تفسير الآية. ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة وتكذب علينا لأخذنا منه باليمين، يقول لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب. لأخذنا منه باليمين يعني لأهناه. طيب يا رشيد، ما هو بعد كلمة نياط القلب وقبل تفسير لأخذنا منه باليمين الطبري قال كلام تاني. الطبري بيقول ثم لقطعنا منه نياط القلب، وهنا رشيد قطع الكلام. يقول الطبري وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. طيب ليه يا رشيد قطعت الكلمتين دول من تفسير الإمام الطبري ولم تذكرهم؟ عشان الجزء اللي ذكره الطبري ده يهدم استدلال رشيد تماما بهذه الآيات. الطبري بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو تقول على الله بعض الأقاويل فسيعاجله الله بالعقوبة. خلي بالك، يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. فهل ربنا سبحانه وتعالى عاجل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقوبة لما بدأ دعوته؟ طبعا لا، بالعكس، ربنا تركه حتى أتم دعوته وأكمل رسالته وأنزل عليه آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قبضه الله على خير ما قبض إنسان على وجه الأرض. شفت رشيد إزاي بيقطع من تفسير الطبري الكلام اللي هو مش على هواه؟ الكلام ده ممكن استخدمه في التشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستخدمه. طيب في نفس السطر كلام تاني يهدم استدلال الأول ويؤكد نبوة النبي فيسيبه ويتركه. يا أخي حاجة آخر عظمة. رشيد حمامي يقول لأخذنا منه باليمين يعني لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. لأهناه، وميتة السم ميتة مهينة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أهين في موته؟ العكس هو الصحيح، كان عليه الصلاة والسلام طيبا في موته كما كان طيبا في حياته. ولما صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فهل هذه ميتة شخص عاجله الله بالعقوبة أو شخص أهانه الله في موته؟ أمال الشخص اللي اتعمل فيه كده يا رشيد ده نسميه إيه؟ شوف الإهانة، هو في ميتة مهينة أكتر من كده؟ شوف يا أخي الفرق بين ميتة الرسول صلى الله عليه وسلم معززا مكرما بين أصحابه وبين ميتة يسوع حسبما يعتقدون. ده الرب نفسه في العهد القديم بيقول إن المعلق على الصليب ملعون ونجس. يقول سفر التثنية وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. المعلق على الصليب ملعون من الله وجثته تنجس المكان فيجب دفنه حتى لا يتنجس المكان. يقول القمص أنطونيوس فكري فلا تنجس أرضك، بفسر النص بيقول إذا كان يجب دفن المصلوب حتى لا تتنجس الأرض من المؤكد أن موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح الذي بدفنه حمل اللعنة والنجاسة. عرفت يا رشيد مين اللي أهين عند موته؟ وأيضا نفس سورة الحاقة التي يستدل منها رشيد حمامي يقول فيها الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن نزل من عند الله. الآيات التي تسبق الآية التي استدل بها رشيد حمامي تقول عن القرآن تنزيل من رب العالمين، يعني القرآن ده تنزيل من رب العالمين. فهل أنت متخيل يا رشيد أن ربنا هيقول لنا أن القرآن نزل من عنده سبحانه وتعالى، وفي الآية التي بعدها مباشرة هيقول لنا أن الرسول اللي نزل عليه القرآن ده مش هو رسوله؟ يعني هيقول القرآن نازل من عندي بس الرسول اللي نزل عليه القرآن ده مش من عندي؟
طبعا انتحار، مفيش عقل. رشيد النصراني عايزنا نقتنع ان ربنا قال ان القرآن ده تنزيل من رب العالمين، وفي الآية اللي بعدها قال ان الرسول تقول على الله هذا القرآن. يعني آية بتقول ان القرآن منزل من عند الله، والآية اللي بعدها بتقول ان القرآن ده تقوله الرسول على الله. طبعا كل المسلمين بقى على مدار 1400 سنة ما خدوش بالهم من هذا الكلام، لغاية لما جه رشيد هذا العلامة الجهبذ واكتشف هذا الاكتشاف العظيم. يا أخي شوف المسخرة اللي الناس دي عايشة فيها. بس اوعى تستغرب وانت بتسمع الكلام ده من اي واحد منصر. ده انسان عقله قبل ان الهه شخصيا مات عشان يغفر له خطاياه، فالدنيا بايظه خالص يعني. طيب هنسال بقى رشيد سؤال، ايه رايك يا رشيد في استدلالاتك اللي فاتت دي؟ فالاستدلال عبيط، الاستدلال عبيط. طيب يا جماعه ليه رشيد بيستدل الاستدلالات العبيطه دي؟ لان ده انسان بيؤمن بكتاب بيقول عنه اما الرجل ففارغ عديم الفهم، عديم الفهم ما بيفهمش اصلا، وكجحش الفرى يولد الانسان. من كام يوم كده لقيت اخ كاتب تعليق بيدعي فيه على رشيد ان ربنا ياخده، فقلت له يا اخي طب لما ربنا ياخده هنضحك على مين يعني؟ 12. اخر حاجه هضحككم على رشيد حمامي ونقفل بقى هذه الحلقه الطويله. رشيد دلوقتي بيقول ان جميع روايات تسميم النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الى السيده عائشه رضي الله عنها. صدقني الروايه الشيعيه لها معنى أكثر من الرواية السنية. يقولون أنه روايات أن محمد صرح بأنه السم الذي في خيبر هو سبب موته جاءت تقريبا كلها عن طريق عائشة. إذن الذي يريد أن يحول السم إلى اتجاه آخر أكيد له ضلوع في موت محمد. هذا هو التحليل الشيعي للأمر. طبعا رشيد المسكين بسبب الزهايمر المبكر واعراض الشيخوخه نسي ان هو قال الكلام ده، وراح قايل ان ابا هريره ايضا روى حديث تسميم النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره زاد فاهدت له يهوديه بخيبر شاة مصليه سمتها، يعني وضعت سما فيها، فاكل رسول الله منها واكل القوم، فقال ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومة. ثم قال في وجعه، لاحظوا الكلام، ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري. وأيضا رشيد حمامي بسبب الزهايمر المبكر وأعراض الشيخوخة نسي أيضا أن هو قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى نفس القصة. عن أنس بن مالك في صحيح البخاري أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها. طبعا يا جماعة مش بس السيدة عائشة رضي الله عنها ولا سيدنا أبو هريرة ولا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا هم بس اللي رووا لنا قصة السم هذه، في صحابة آخرين رووا لنا نفس القصة. عبد الله بن عباس روى لنا هذه القصة كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكمان سيدنا أبو سعيد الخدري روى لنا نفس هذه القصة كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، لكن هذه الرواية في متنها مخالفة بسبب اختلاط أحد الرواة. وأيضا في مستدرك الحاكم الصحابية أم مبشر اللي هي أم بشر بن البراء أيضا روت لنا قصة تسميم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة دلوقتي أنا عندي سؤال لرشيد حمامي، ما عنش الأوان بقى تروح تتعالج من أم الزهايمر ده؟ صار عنده زهايمر، صار يخلط الأحاديث لا يتذكر شيء، يعني لم يعد كما كان، اختلط، صار يخلط في الأحاديث. طب يا رشيد أنت هتسيب نفسك كده لغاية إمتى؟ هتفضل ملطشة للناس على اليوتيوب لغاية إمتى؟ ولا انت خلاص جتتك نحست من كتر الفضايح اللي انت بتشوفها دي ولا ايه بالظبط؟ بالله عليك يا رشيد ده اسمه كلام؟ مفيش حلقه الا وتكذب فيها كل هذا الكذب المفضوح. عموما انا عن نفسي والله شخصيا مستمتع جدا باللي انا بعمله فيك، وقد قال احد السلف من متع الدنيا جلد الزنادقه وبيان تهافت عقولهم. اتمنى يا رشيد ان حضرتك تكون اتبسطت معانا النهارده، كما ارجو ان الساده المشاهدين يكونوا اتبسطوا معانا النهارده واستفادوا من هذه الحلقه. وأيضا أرجو نشر هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.